السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ولو اول مره تتابعوني، انا ده قناتي كل يوم وصفه، وان شاء الله كل يوم وصفه جديده، وان شاء الله تنول اعجابكم. والنهارده معانا فراخ، وصفه فراخ مشويه، وصفه جديده ومختلفه، ولو الواحد يعملها كل يوم ما يزهقش منها، وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله. اول حاجه هنعملها، هنضرب 3 حبات طماطم وقرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر في الكبه او في الخلاط عادي. وعليهم بصلايه وعود شبت صغير وعود بقدونس صغير. بسم الله. ان شاء الله نفرمها ناعم خالص. زي ما حضراتكم شايفين فرمناه ناعم خالص. ومعانا بقيه الوصفه معلقتين صلصه، لان الطماطم العاديه ما بتديلناش اللون اللي احنا عاوزينه. ومعانا ربع كوبايه زيت، ولو في زيت زيتون يبقى افضل، بس انا لقيته خلصان من عندي. ومعانا معلقه صغيره بودره زنجبيل، معلقه صغيره زنجبيل فريش، ونص معلقه توم مفروم، ومعانا معلقتين صويا صوص، ومعانا برضو حوالي معلقتين خل. ولو وصفاتي عجبتكم اعملوا لي اشتراك ولايك. ومعانا البهارات، نص معلقه صغيره حبهان بودر، ونص معلقه كركم كاري، ومعلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه بابريكا، ونص معلقه بهارات فراخ، ومعلقه توم بودر، معلقه صغيره مرقه سايبه. وهنقلبهم، وطبعا ما ننساش الملح. وكده زي ما حضراتكم شايفينها قلبناها وبقت جاهزه نحطها على الفراخ. وكده زي ما انتم شايفين دي التتبيله اللي احنا عملناها مع حضراتكم دلوقتي. وديت الفراخ احنا غسلينها بدقيق وملح وليمون ومعلقه صغيره خل.
وده غسلينها ومنشفينها خالص ومنضفينها، صفيناها من الميه، وهنحط عليها التتبيله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده لازم نحطها في التتبيله وندخل التتبيله جواها زي ما حضراتكم شايفين. وديت هنسيبها فيها حوالي 3 ساعات، لان انا ملحقتش اعملها على بالي. فالوقت اللي عندي ان شاء الله هنسيبها 3 ساعات، وما نيجي ندخلها الفرن هندخلها مع بعض، وهرصها في الصينيه دلوقتي مع بعض ونسيبها في التلاجة. والتتبيله ديت تكفي حوالي فرخه ونص، بس انا عامله فرخه وربع. وممكن برضو تتبليها وتحطها في الفريزر، تتبلي كميه اكبر من كده وتحطها في الفريزر، يوم ما تيجي تشويها تطلعها تحطها في الفرن، تبقى جاهزه على الشوي على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده دي التتبيله، وهنسيبها بقى ساعتين 3 وان شاء الله نرجع لكم. وكده يا حبايبي سيبناها بالظبط ساعتين ونص، وهنحطها في الفرن. انا مسخناه مولعاه بقالي ربع ساعه، فرن سخن، وان شاء الله هتاخد معانا حوالي ساعه. ان شاء الله ما تستوي هرجع لكم. وديت الفراخ بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله، بجد لو جربت الفراخ ديت ما عدتش هتعملها باي طريقه تانية. شايف ما شاء الله، والوراك دايبه ما شاء الله. ولو لسه ما عملتليش متابعه اعملي متابعه وشير عشان يوصلكم كل وصفاتي. ديت وصفه النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.